يقول المثل العربي: من شب على شيء شاب عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتعامل مع أطفالنا وبناتنا بحكمة وباللين، فقال عليه الصلاة والسلام فيما يخص الصلاة: مروهم بالصلاة لسن وهم أبناء 7، في رواية لسن 70 إلى آخره، لأن طرق رواية متعددة ولكن المعنى واحد: مروهم بالصلاة. يعني معناها الأب والأم مسؤولان على أن يأمرا ولدهما أو ابنتهما بالصلاة عندما يبلغون السن 7. قبل السن 7 إذا الطفل روض ودرب وعلم كيف يتوضأ وعلم كيف يصلي مع أبيه أو مع أمه، شيء جميل جدا هذا. وحتى الذين يصحبون أولادهم إلى المساجد، فيه كثير من الشكاوى من المصلين أن كثير أولاد صغار يجوا يشاغبوا ويحدثون الشوشرة في المسجد. الولد الصغير نديوه للمسجد، لكن بشرط لازم نوقفوه قدامنا يتعلم منا. وما نخليوهش يجري ولا يتكلم ولا يلتفت يمينا ويسارا وخلفا وما إلى ذلك. هذا لازم نعلم ولدنا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحضرون أولادهم الصبيان، ولكن كانوا يتحكموا فيهم ما خليهمش يلعبوا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سبطاه يلعبون معه وهو في الصلاة، حتى أن ذات يوم أبطأ في رفع رأسه من السجود، فلما انتهى من الصلاة قالوا له: يا رسول الله زيد فيها؟ قال: لا، إنما هذا طفلي هذا ركبني وكرهت أن أعجل نزوله. يعني هذا من الرفق، من الرحمة الأبوية بالأطفال. لكن ليس من أن يحدث الشغب، أن يحدث شوشرة يولي المسجد كأنه الملعب. لا. إذن لابد الأولاد الصغار نأمرهم بالصلاة للسن 7 للسن 5 6 إلى آخره، لكن ما هوش على سبيل الإلزام الإكراه. لأن الطفل إذا أكرهته على شيء كرهه، وينفصل عنه ويتعامل معه بالحيلة. فلذلك إذا أنت أمرت بنتك وعلمتها الصلاة من 7 سنين، وهي خاصة إذا كان ربطتي محبوباتها بالصلاة، يعني كلما حافظت على صلاتها أكرمتيها، جازيتها، أحضرت لها ما تحب، حتما ستصير الصلاة طبعا فيها. ما تنتظريش باش تأمريها، هي تنوض تقوم بوحدها، يعني بإرادتها تقوم تصلي، لأنها صارت طبعا فيها. فهذا الذي ينبغي، ولذلك هذا هو الهدف من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال: نمروهم بالسن 7. لكن لما يوصلوا 10 وما يوصلوش، عندئذ لابد أن نضربهم ضربا خفيفا، يعني نلح في الأمر، وإذا أبوا أن ينفذوا الأمر ولو نلجأ إلى الضرب الخفيف. يعني إيش معناه الضرب الخفيف؟ يعني وردة مثل يقولوا يد نضعها هكذا على كتفه وإلى على وركه وعلى فخذه، صلي صلاة مليحة ليك، تنجح في الدراسة نتاعك، تنجح في العمل نتاعك، ربي يوفقك إلى آخره. شوف نهار اللي تصلي كيفاش تحفظ المحفوظات نتاعك بسهولة، ونهار اللي ما تصليش ما تحفظش، لأن ربي يوفق الناس اللي يطيعوه. فدائما نربط هذه الأمور مع هذه. وكذلك المحبوبات نتاع الأولاد، معناه الولد يحب من باباه ولا من يماه حاجة معينة. صح ولدي، أنا نحبك ونحب نعطي لك الشيء اللي طلبته، ويعز عليا باش ما نلبيش الطلب نتاعك، لكن كاين الطلب نتاعه وهو واحد أكثر منا وكل، هو اللي خلقنا، هو اللي وجدنا، هو رب سبحانه عز وجل. إذا احنا طعناه فيما أمرنا هو يوفر لنا، يعطي الصحة لباباك باش يخدم ويجيب لك هذيك الحاجة اللي تحبها، يعطي الصحة ليماك باش تطيب لك هذيك الحاجة اللي تحبها، يعطي يعني. لكن إذا كان احنا ما طعناش، لا صحة ولا حاجة موجودة. فدائما نربط له هكذا الأمور، إن شاء الله ربي يهديها. ودعاء الأم ادعي لبنتك، ادعي لها في أوقات الاستجابة، بعد الأذان، بين الأذان والإقامة، ادعي لها يوم الجمعة. راه يوم الجمعة فيه ساعة، باش ما تروح لكش الساعة هذه، ادعي نهار كامل. ادعي لبنتك بأن الله تعالى يهديها ويوفقها ويحبب لها الإيمان، كما الآية دائما العلماء نتاعنا والصحابة رضي الله عنهم: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. آمين. دائما هكذا يدعون، والله الموفق. إن شاء الله.